انت ليه خايف تاخد اول خطوه وتفتح مشروع؟ ليه دايما متردد؟ تخيل ان من كل 10 اشخاص في 7 عندهم فكره مشروع ومترددين وخايفين ان هم يبداوه. طيب بص، في دراسه اتعملت على 1500 شخص. الدراسه دي بتقول ان 68% من اللي حاولوا يبداوا بيزنس جديد في 2023 كانوا فاهمين هم عايزين يعملوا ايه ومعاهم الفكره فعلا، لكن الخوف من الفشل كان هو العائق الاكبر قدامهم، اكبر حتى من نقص الفلوس او الوقت او العلاقات. بس هو فعلا الموضوع الخوف من الفشل وبس؟ الاجابه طبعا لا. في حاجه اسمها الخوف الاجتماعي او السوشيال ريسك، وده بيظهر في صوره تانية، الخوف من كلام الناس او من نظره المجتمع او من اي حد بيحاول يعمل اي حاجه مختلفه. في دراسه منشوره في مجله علم النفس الاجتماعي قالت ان 57% من اللي عندهم فكره مشروع بيخافوا من راي الناس اللي حواليهم اكتر من الخساره نفسها او حتى فشل المشروع نفسه. طيب تعالى بقى احكي لك موقف. شاب جميل اسمه مصطفى. ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. مصطفى كان عنده فكره مشروع بسيط يخدم طلبه الجامعات. كل ما يقرر يبدا يفتكر اصحابه اللي ممكن يتريقوا عليه او قرايبه اللي هيقولوا عليه بيخرف او يا ابني انت لسه صغير وركز في جامعتك، ويفضل شهور في دوامه التفكير. تمر السنين وبعدين يكتشف ان في حد عمل نفس الفكره ونجح ويقول يا ريتني عملتها. عارف بقى ان 80% من الافكار اللي تتولد في دماغنا بتروح وبيعدي عليها الايام من غير ما تاخد خطوه واحده حقيقيه اتجاهها، مش علشان نقص امكانيات ولا علشان نقص فلوس او علاقات زي ما قلت، ولكن لان مصطفى ده مثلا كان مستني اللحظه المثاليه اللي كل الناس تقول له فيها برافو يا مصطفى ويلا احنا كلنا وراك وخد فلوس اهي، وايه عايز عملاء نجيب لك عملاء، ولما يفتح المشروع يقول ايه ده؟ ايه الفكره الجامده دي يا مصطفى؟ انت عبقري يا ابني. ايه ده؟ ده انا كلنا دمعنا. مصطفى دايما كان مستني اللحظه اللي هو انا جاهز تماما، ولكن اللحظه دي للاسف وهم. ستانفورد مثلا بتقول ان الاشخاص اللي بياخدوا خطوه حقيقيه حتى لو كانت مش كامله او ناقصه بيفضلوا مكملين في الرحله 6 اضعاف الشخص اللي لسه بيخطط ويتخيل ويتمنى ويقعد يكتب ويسأل من غير ما يتحرك. مجرد انك تبدأ بس بأي طريقة بيخلي عقلك وجسمك يدخلوا في مود التنفيذ. ما اضمنلكش ان كل خطوة بعد كده هتبقى سهلة، بس انت دخلت جوه المعركة. البلدي كده ارمي نفسك، بس اتأكد ان الحاجة دي بتحبها فعلا ودي الحاجة اللي انت هتتميز فيها وفعلا ممكن تحقق منها حاجة. لو عايز تعرف ده فعلا انا عملت فيديو عن ازاي تعرف ان فكرتك انت بتحبها فعلا. علشان كده دايما بقول ابدأ بأي حاجة حتى لو صغيرة او تافهة او بسيطة. جرب ان انت تكتب فكرتك في نوتة او تشارك فيها حد انت بتثق فيه وبتثق في رايه وعارف ان هو بيحبك وهيقول رايه بكل موضوعيه وحياديه من غير اي سلبيه. وده لان كل خطوه جديده هتعلمك تكسر التردد والخوف. كل واحد مليونير زي كده كان عنده نفس الاسئله دي، صدقني. الفرق الوحيد بيني وبينك ان انا قررت ابتدي وفعلا بدات اكسب فلوس حلوه. 5 15. اتمنى في يوم من الايام انك ترجع للفيديو ده وتكتب لي كومنت ان انت بدات بسببه، ولو في حد انت فعلا بتحبه وعايز تشاركه فكرتك وحاسس ان هو ممكن يفيدك اعمل له منشن في الكومنت وشاركني ايه اكتر حاجه ممكن تكون معطلاك وان شاء الله هساعدك. بس طبعا ابعد عن الفلوس لان انا مش معايا فلوس. كل الناس بتقول ان انا اعمل الكول تو اكشن في الاول او في النص، بس انا دايما بحب اقوله في الاخر والله. فيا ريت تعمل السبسكرايب لو انت فعلا بتحبني لان ده بيساعدني، واعمل لايك وابعته لاصحابك يعني ده ممكن يخليني اكمل، ولو ما عملتش انا كده كده هكمل. انا بحب بصراحه اتكلم.